معانا بقى النهارده كده شويه فراوله كده حلوين. تعالي بقى اما نشوف احنا عملنا المربى ديت ازاي. انا حبيت اشارككم الفيديو ده معايا النهارده في طريقتي وانا بعمل المربى. يلا بقى خش معايا كده، اذكري الله سمي الله واذكري الله كده وصلي على الرسول، انا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا نخش سوا ونبدا ونشوف هنعمل ايه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى كده ايه معايا 2 كيلو فراوله، دول 2 كيلو فراوله اهمت. همسكهم بقى كده ايه، انا انضفهم بقى كده واظبطهم. طبعا انا غسلتهم الاول تحت الحنفيه. جبتهم بقى كده هقطعهم بقى كده ايه في حله وتكون المونيا بقى كده، عشان طبعا اما تيجي تسويها الحاجه معاكي اما تلزقش، او في حله تيفال. طبعا المهم يعني ايه تكون في حاجه ما تلزقش معاك. ونصيحه يعني مني ليكي ما تسويهاش في حاجه ستانلس خالص. همسك كده الفراوله بتاعتي واقطعها بقى ايه مكعبات كده، بحيث ان هي تطلع في الاخر معايا ان هي تبقى ايه فراوله يعني قطع زي القطع بالظبط. انما بقى انت لو عايزاها ناعمه وكده طبعا بعد ما بتستوي هوريكي كل حاجه دلوقتي. لو انت عايزاها ناعمه بتضربوها في الهاند بلندر او بترجعها تاني في الخلاط وتفرميها. انا بقى بقطعها كده ايه حتت مكعبات كده، عشان انا بحب الفراوله تكون قطع ويايا. احلى حاجه طبعا مربى الفراوله ديت انا بحبها جدا. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كل سنة بقى طبعا وانتم طيبين. خلاص كده هلت علينا بقى روايح رمضان، وخلاص بقى كده ايه ما عادش الا ايام بسيطة وكده. بعود الايام بخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بقى اقطع الكمية اللي معايا ديت وارجع بقى اوريكم هنعمل فيها ايه تاني. يلا بقى كده ال2 كيلو فراولة بعد ما خلصتهم تقطيع، هقولك بقى على الخطوة التانية اللي هنعملها دلوقتي. معايا دي كوباية سكر اهي، شايفة دي كوباية سكر اهي، مش كوباية كبيرة يعني، مج صغير اهوت مليان سكر. همسكه بقى كده ارشه عليها، يعني بقى ممكن احط كمان شوية صغيرين، شايفة اهو حبة صغيرين اهمت، يعني ما تكتريش كده بقى. والسكر ده زي ما احنا قايلين مع بعض كده متعودين، السكر دون حسب الرغبه. انا كده خلاص رشيت بقى عليها السكر، هسيبها بقى كده هغطيها وادخلها التلاجة. يعني انا كنت مثلا ايه الظهر ممكن كده اجي بالليل وادخل بقى ايه اجيبها، هتلاقي السكر دون بقى دون كده داب فيها كده وسردت الميه بتاعتها. مش هنحط لها اي حاجه تانية، انا هغطيها وادخلها التلاجة، وما اجي اشتغل فيها تاني هوريها لك. يلا بقى هنا كده الفراولة بتاعتنا بعد ما قعدناها يوم في التلاجة كده طلعتها. شايفة بقى هي سردت مية قد ايه لوحدها. المية بقى اللي هي نزلتها دي اللي انا هسويها فيها. ما تقولي يعني ما بحطلهاش مية خالص، هي دوبك نزلت المية بتاعتها تمسكها بقى كده يلا ايه على البوتاجاز ونوديها بقى تستوي ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. يلا بقى كده هي اتحطتها على النار، هسيبها بقى لحد ما تستوي تبدأ تغلي واوريك هنعمل ايه، ونمشي خطوة بخطوة مع بعض دلوقتي. يلا بقى كده الفراوله بتاعتي هي بدات تغلى. بصي بقى اما بتغلى معاكي كده وبتكون ريمه كده على الجنب، بتشيليها كده بالراحه متقلقيش خالص منها. هي بدات تغلى بقى تشيلي الريمه ديت وترجعي ايه توطي عليها على طول وتسيبها بقى تستوي براحتها. بس كده تديها بقى تقليبه وتقعدي بقى ايه تشيلي الريمه اللي فيها وتديها تقليبه وخلاص. وتسيبي بقى كل ما تكون طبقه من الريمه دي ترجعي ايه تشيليها تاني. يلا بقى زي ما قلت لك كده كل ما تغلى وتكون طبقه كده من الريمه كده نشيلها. مربى الفراوله دي حلوه قوي، بتبقى خفيفه كده وحلوه.
بصي بقى انا مقطعاها ايه قطع صغيره كده علشان اسيبها قطع، انا بحبها قطع. لو انت بقى عايزه بعد ما تستوي كده في نص السوا بتاعها تجي، لو عايزه تضربها بقى بالهاند بلندر اضربيها، بس انا بصراحه ما بحبش اضربها، انا بحب اسيبها قطع كده. بس بقى كده هسيبها خالص، هسيبها تستوي برضو تكمل سوا كده براحتها خالص، بوطي عليها وبسيبها براحتها. شايفه بقى هي كده بدات خلاص معايا، دخلت اهي على السوا، هسيبها برضو تستوي كده براحتها. وموضبه لها بقى طبعا معايا كده ليمونه هعصرها عليها، الليمونه ديت بتبقى عامله زي الماده الحافظه. ومعايا كيسين فانيليا، هنشوف دلوقتي هنعمل بهم ايه، بس ما تخش في السوا بتاعها شويه. يلا بقى الفراوله بتاعتي دي تقريبا كده قعدت لها تلت ساعه على النار. طبعا انا معايا بقى ليمونه، هي الكميه اللي معايا ايه هما 2 كيلو بس فراوله كده، فانا هعصر عليها نص ليمونه بس. النص الليمونه ديت عامله زي الماده الحافظه اهي، هعصر بقى عليها نص ليمونه. طبعا شلت البذر اللي فيها وكده عشان لو غابت عندك في التلاجة او حاجه. بس كده عصرت عليها نص ليمونه، مش هكتر. ثواني هرجع بقى اديها تقليبه كمان. شوفوا انا قلتلك سواها في حاجه المونيا او في حاجه تيفال، ما تسويهاش خالص، نصيحه مني ليكي ما تسويهاش في اي حاجه ستانلس خالص. شايفه ما بتلزقش خالص ازاي معاكي، اوعي تسوي اي مربى تسويها في حاجه ستانلس هتلزق كده وتشيط معاكي على طول. شايفه اهي اتدخلت في السوا خلاص، والحله اهي تنضيفها معايا اهي. يلا الفراوله دي بتبقى مربطه حلوه قوي. يلا بقى كده انا غسل البرطمانات طبعا ومعقماها وسايباها تنشف لحد طبعا ايه اما تستوي شويه وتيجي تبرد، ونشوف هنكمل ايه تاني. يلا بقى شايفه كده المربى خلاص استوت اهيت. شايفه خلاص بقى كده يا دوبك ايه انا اطفي عليها كده على طول. هحط منها بس ايه كيسين 2 فانيليا. ثواني كده بقى خلاص اهوت. هفتح بس ايه كيسين الفانيليا اللي معايا هفضيهم. احنا بقى قلنا طبعا الليمون اللي احنا حطيناه لها ده عامل زي الماده الحافظه، لو ما انتش وممكن تحط لها نص معلقه ملح ليمون برضو، بس انا ما بحبوش فبستكفى بالليمونه طبعا ايه اللي هي الطازه اللي بتبقى فريش معانا ديت وخلاص. اديتها بقى تقليبه واطفي عليها بقى ثواني كده واطفي عليها. يلا اشيلها بقى من على النار. بصي بقى كده المربى خلاص هي نزلتها من على النار وحطيت لها الفانيليا بتاعتها. طبعا بقى ايه مش هنيجي نعبيها وهي سخنه، لا طبعا انا هسيبها بقى ايه لحد ما تبرد كده خالص. انا بقى غسلت البرطمانات اهي وعقمتها كده. انا غسلت كان عندي 1 ازاز كده بتاع مربى برده، غسلته كده بميه سخنه وعقمته وسبته بقى ايه ينشف. ومعايا كمان علبه اهوت عشان لو فات حاجه معايا من البرطمان افضيها فيها، واسيب باقي المربى بتاعتي لحد ما تبرد خالص. ولو وراكي اي حاجه بقى روحي اعمليها وسيبي مربتك لحد ما تبرد خالص، وبعدين عينيها واحتفظي بيها في التلاجة. انا هسيبها لحد ما تبرد وارجع لكم تاني.